بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنكمل سلسلة شروحات الأهلي نت الخاصة بالبنك الأهلي. النهارده هنشرح طريقة ازاي نشتري شهادة من على الأهلي نت وازاي نستردها. بس في الأول لو حد لسه ما عملش لايك وسبسكرايب للقناة ياريت يعمل سبسكرايب عشان يوصل له الفيديوهات الجديدة اللي احنا بنعملها. دي الصفحة الرئيسية الخاصة بالبنك الأهلي. هنعمل هنا دخول على الأهلي نت. هنا هنكتب اسم كود المستخدم، نعمل دخول. دي زي ما قلنا الصورة والكلمة اللي احنا اخترناهم. هنا هنكتب الباسورد، نعمل لوجن. تمام، دي الصفحة الرئيسية. النهاردة هنعمل شرح ازاي ان احنا نشتري شهادة. تمام، هندخل فوق هنا هنلاقي فيه حسابات تحويلات قروض، هندخل على الودائع والشهادات، نفتح ديت في تفاصيل. هنا لو عندي شهادات او ودائع انا شاريها هتظهر هنا. دي المعاملات. دي المهم عندنا هنا اصدار الودائع، نعمل هنا اصدار الودائع. المفروض ان انا هنا اختار المنتج. دي الشهادات المتاحة عند البنك الاهلي دلوقتي، او ممكن تلاقوها برضو موجودة. في نسيب لكم الرابط بتاع الشهادات ديت. طيب احنا هنعمل الشهادة اللي هي نازلة الجديدة اللي هي ال15%، اللي هي اول واحدة نختارها. حساب الاصدار، هختار هنا الحساب اللي فيه الفلوس اهوت. هنا مبلغ الشهادة هو كاتب لي فوق بحد ادنى 1000 جنيه. طيب انا هعمل هنا اي مبلغ اهوت. عايز تعليمات الاستحقاق، يعني لما الشهادة بعد سنة تخلص، المفروض ان هي مدتها مكتوب اهوت فوق، مكتوب سنة اهي مكتوب سنة. طيب عايز هنا بعد ما الشهادة تخلص تتجدد ولا ما تتجددش؟ طيب لو تتجدد، عايز تجديد اصل المبلغ ودافع الفايدة؟ انا هعمل لا تجدد، انا مش عايزها تتجدد. نوع الصرف هو التحويل الى حساب بنكي. حساب الاضافة هختار هنا الحساب بتاعي. لو عندي كذا حساب بختار الحساب اللي انا عايزه اهنى حساب ينزل فيه. انا اختار هنا الحساب اهوت. دي تعليمات المفروض ان انا اقراها، وبعد كده بوافق على الشروط والاحكام. المفروض برضو ان انا يعني افتح الشروط والاحكام ديت وتفاصيل الرسوم واقراها. تمام، انا كده اتاكدت من كل حاجه، بعمل تنفيذ. اهو هيقول لي دلوقتي ده اتحقق. المفروض يعني اراجع. انا هعمل شهاده بلاتينيه بحد ادنى 1000 جنيه، 15%، حساب الاصدار كذا، مبلغ الشهاده كذا، مدتها كذا، لا تجدد، تتحول. ادي الحساب وادي فرع حساب الاضافه، حاجات خاصه بيا يعني. واعمل هنا لو في حاجه عايز اعدلها اعمل تعديل، لو مفيش حاجه عايز اعدلها وكله تمام هعمل تاكيد. تمام، انا هعمل تاكيد. شوف اللي هيحصل اهو. تمام، تم القبول للمعامله. كده انا عندي شهاده اتربطت بمبلغ اللي انا عملته، المده اللي انا عملتها، وكله تمام. اعمل هنا موافق. خلاص كده الشهاده اتعملت. عايز اعمل شهاده تانية، بعمل شهاده تانية هنا. طيب انا دلوقتي عندي شهاده وعايز استردها، اعمل ايه؟ طبعا المفروض بيبقى في شروط للشهادات عشان تستردها. في حاله ان انا الشروط ديت كلها متوافقه معايا، هعمل هنا استرداد الودائع والشهادات. اهوت عندي شهاده بمبلغ كذا وشروطها وكل حاجه خاصه بيها. طيب انا عايز استرد الشهاده دي، هضغط عليها. ادي كل حاجه اهوت. لو حد عايز يراجع بيراجع بياناته كلها من هنا اهوت، المبلغ. ولو هو الشهادة مثلا انا عشان لسه عاملها وهستردها، فالقيمة الاستردادية هي يعني
فدلوقتي المفروض لو في مثلا الشهادة دي هتقل هيقول لك القيمة الاستردادية بتاعتها كذا، بس انا هنزل تحت في الاخر خالص، ده المهم عندي. اعمل نوع الاسترداد هنا كلي، انا عايز الاسترداد كلي المبلغ كله. نوع الحساب هنا هختار الحساب بتاعي، هعمل موافق موافق هنا واعمل استرداد اهوت. هيقول لي راجع كده، انت عايز تسترد الشهادة رقم كذا، المنتج اسم المنتج اللي هي البلاتينية مش عارف كذا، سعر العائد بتاعها سعر الفايدة كذا، مدتها كذا، هتحطها في الحساب دي. تمام استرداد ولا عايز ترجع تعدل حاجة؟ لا انا هعمل استرداد. نشوف اللي هيحصل كده. اهو كاتب لي تم القبول للمعاملة كده. المفروض الشهادة اتكسرت عادي واستردت ومفيش اي مشكلة بالنسبة لي. اعمل موافق هنا اهوت. اما المفروض اما اعمل هنا استرداد، المرة اللي فاتت كان ظاهر عندي ان انا في شهادة ممكن استردها، او لو عملت دلوقتي تفاصيل، دلوقتي مفيش خلاص شهادات عندي لان انا الشهادة اللي كانت عندي استردتها وفلوسها رجعت في الحساب. كنا معاكم قناة بنك تيوب، اشتركوا واعملوا سبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم الفيديوهات الجديدة، واعملوا لايك للفيديوهات لو عجبتكم.